الجثث داخل المشرحة أم خارجها أم في طرقاتها؟ كان في عدد منها داخل المشرحة، لكن لابد برضو من التنويه إلى إنه احنا عندنا غرفتين للغسل فقط موجودين داخل المشرحة. يعني العدد اللي بيبقى داخل المبنى المشرحة هو عدد قليل جدا مقارنة بالخارج. معظم طبعا بالتأكيد الجثث كانت في الخارج، وبالتأكيد يعني حالتها يعني تعفى العين ولا دقيقة عن ذلك حالتها. شكرا جزيلا عمرو أنا حسن، أهالي الشهداء، مراسل الجزيرة مباشر مصر، كما وصف إلينا الحال في مشرحة زينهم اليوم. ببشر أهالي الشهداء أن هذا الورق لا قيمة له، لأن إن شاء الله كل هؤلاء سيحاسبون، وهناك كثير من الوسائل القانونية، وأنا أعلم وقد اتصلت بمحامين سألتهم عن هذه الواقعة، قالوا لي أن هناك العديد من الوسائل والأساليب القانونية، لأنه هذا يعني يتم تحت الإجبار، فهناك الكثير من الوسائل القانونيه لإقامة طبعا. بص باشمهندس، يعني انا عجبني قوي كلام عمرو، حتى صوت عمرو على فكره، عمرو حسن مراسل الجزيره مباشر مصر، ده مش صوته على فكره، يعني مش صوته بمعنى ان صوته دايما عمرو في التقارير اللي بيديها لنا بيكون حاسم، صوت حاسم، وصوت يعني اخباري محايد موضوعي جدا. انا شايف انه زي ما هو قال انه تجرد من مشاعر الموضوعيه والحياديه امام هذا المشهد الانساني. يعني سواء الضحية كان بإيد يمين أو بإيد شمال، بإيد أمن، بإيد مواطن، هو خلاص مات، وإكرام الميت دفنه. وإحنا يعني أنا لا أعلم، يعني لا أنا بتكلم، أنا فعلا أنا كمان بخرج عن مشاعر الحيادية والموضوعية في هذا الشأن الإنساني، لا حيادية في موضوع إنساني. ناس ميتة أيا كان وضعهم، أنت عايز تثبت عليهم جريمة، اثبت يا سيدي عليهم جريمة، اثبت عليهم جريمة، محدش قال حاجة. قول ان الاخوان اللي قتلوهم، قول ان اي حد في الدنيا قتلهم، انا مش مشكلة عندي، المشكلة ان ده يتدفن بسرعة، دي مسؤولية دولة، دي مسؤولية بني ادمين. يعني مش فاهم يعني ايه ناس ميتة وما بتدفنوش؟ انا مش عارف اقول ايه انا كمان بصراحة. ناس ميتة ايا كانوا، حتى لو كافر، حتى لو كافر ادفنه. اهله الميتين اللي واقفين بره دول بيموتوا كل لحظه يا سيدي، سواء من الامن او غير الامن، اخوان ولا مش اخوان، ان شاء الله يكون اي حد في الدنيا، بقول لك لو كافر ادفنه، ادفنه، ودي اطباء هناك، على الاقل ترحم نفسك قدام المجتمع الدولي وترحم نفسك قدام الناس. يا اخي اعملها خطه حتى عشان تكسب ناس. ما مش عارف اقول ايه. فاصل.